عارف الاحساس بتاع انك عايز تتكلم بس الكلام رافض يطلع؟ بتحاول تشرح بس كل كلمة بتحسها ناقصة او مش معبرة كفاية، فبتلاقي نفسك ساكت تقول مش مهم، مع ان جواك زحمة افكار مش لاقي لها مخرج ومش عارف تعبر عنها ازاي. طب احنا ليه بنوصل لكده؟ لان اتعودنا نكتم اكتر ما نتكلم، فبنوصل لاحساس مش قادرين نوصفه اصلا. وعشان اللي جواك ده معقد مش شوية كلام وخلاص، دي صور وذكريات واحاسيس، فطبيعي تتوه تدور على الكلمة المناسبة وما تلاقيهاش. واعرف ان دي مش مشكلتك لوحدك، ساعات كتير بتبقى اللغة اضعف بكتير من انها توصف احساسك، زي انك تحس بحزن مش قادر توصفه، او حتى فرح اكبر بكتير من قدرتك على انك تتكلم او تعبر عنه. طب ايه الحل؟ الحل انك تبدأ تكتب اللي في دماغك، حتى لو بأي طريقة، مش لازم تكون يعني شاعر، المهم ان انت تقول اللي جواك وتقدر تطلع الافكار والاحاسيس المعقدة دي. اتكلم مع حد بيفهمك، مش لازم يكون بيعرف يحل المشكلة، المهم انه بيعرف يسمعك كويس. وما تستعجلش، خد وقتك، اوقات كتير المشاعر بتحتاج وقت عشان نعرف نعبر عنها بكلام مفهوم. وما تتكسفش تقول مش عارف اوصف، مش عارف اتكلم، مش قادر اقول. لا، اتكلم زي ما انت عايز، اللي هيفهمك بجد هيديك ودنه، هيقدر يسمعك وهيحس باللي انت عايز تقوله. العبها مع ابراهيم وبكر لو عايز تبقى كسبان، ما هو يا تهاجم لوجودك يا تدافع عن خوفك. وقول لي انت عايزنا نلعب ايه في اللي جاي، وخليني اقول لك انك كده اذا ما كنتش